مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم من نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة. يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إصابة 21 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. اكتمال الاستعدادات للاحتفال بالذكرى 32 لعملية فنقل المرشدة. جهود لتوفير مياه الشرب النقية في الإقليم الأوسط. محاولة انقلاب عسكري في غينيا بيساو، والرئيس يقول أن الوضع تحت السيطرة. طائرات تركية تقصف أهدافا لمسلحين أكراد في العراق وسوريا. وبوتين يتهم واشنطن باستخدام أوكرانيا أداة لجر موسكو إلى نزاع مسلح. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص بالإقليم الأوسط والإقليم الجنوبي أظهرت إصابة 21 مواطنا بفيروس كورونا، فقد ظهرت 13 إصابة في مراكز الفحص بالإقليم الأوسط، وهي من حزحز، ومصابون قادمون من صنعفي وسجنيتي وعتكليزان ودكمحاري دنبزان، و8 من مراكز الفحص بالإقليم الجنوبي، 4 من صنعفي و4 أيضا من دباروا. في غضون ذلك شفي 34 من مرضى وباء كورونا، 20 من الإقليم الأوسط، و12 من إقليم جنوب البحر الأحمر، و2 من الإقليم الجنوبي. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9580، شفي منهم 9299، وتوفي 99 مريضا، فيما لا يزال 182 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 2 فبراير 2022. يحتفل هذا العام بالذكرى 32 لعملية فنقل التاريخية في الفترة من 11 وحتى 13 من فبراير الجاري، تحت شعار فنقل رمز بطولات الأجيال. وفي اللقاء الذي أجرته المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في إقليم شمال البحر الأحمر السيدة زينب عمر مع وكالة الأنباء الإريترية إرينا، أوضحت اكتمال الاستعدادات لإخراج الحفل بالشكل الذي يليق به، مشيرة إلى أن الحفل سيشمل منافسات رياضية وسمينارات وعروض فوتوغرافية وتنظيم فقرات فنية وثقافية، وكذلك وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري بالإضافة إلى الحفل الرسمي. وذكرت السيدة زينب بأن المنافسات الرياضية تضم مناشط كرة القدم وكرة الريشة والسباحة وألعاب القوى، ويتوقع مشاركة عداؤون من إريتريا وأثيوبيا وكينيا وجنوب والسودان وتنزانيا في سباق عالمي لنصف الماراثون. وأشارت السيدة زينب إلى تنظيم سمينارات وبرامج للتوريث موجهة للشباب في الفترة من 8 وحتى 11، فضلا عن تقديم فرقة أوكان التابعة للقوات البحرية الإريترية عروضها الفنية. كما يقدم المتحف الوطني في الإقليم عروض فوتوغرافية تعكس الحياة المعيشية للسكان والأنشطة الزراعية والثروات البحرية، فضلا عن الثروات السياحية، وخاصة تاريخ عملية فنقل المريد التي بشرت بالحرية. وفي الختام ذكرت السيدة زينب بأن كل الأنشطة المنظمة ستلتزم بالتعليمات الصادرة لمكافحة جائحة كوفيد-19، مناشدة الزوار والسكان لإحياء الحفل في المواقع التي يتواجدون بها. يبذل قسم مياه الشرب الصالحة والصرف الصحي في الإقليم الأوسط جهود حثيثة لتأمين متطلبات مياه المدن والريف النائي. وأوضح القسم بأنه أنجز أعمالا فاعلة في عام 2018 و2019 بالتعاون مع مشروع الدهالو لحل مشكلة مياه الشرب في العاصمة أسمرة، حيث شيد 19 من خزانات المياه الكبيرة في الأماكن المرتفعة، فضلا عن صيانة وتجديد قنوات الصرف الصحي. وأوضح مسؤول فرع الصرف الصحي المهندس يوهانس مولو بأن القسم أقام 6 مضخات مياه جديدة تقدم خدمات جيدة، فضلا عن تكرير وتوزيع المياه في ماي نفحي وتوكر وبالينيكي وإكسبو وسنبل والفاتح من سبتمبر، وصيانة أنابيب المياه الصالحة للشرب في عامي 2020 و2021، وتجديد أنابيب أخرى كانت قد أصبحت خارج نطاق العمل. وأفاد المهندس يوهانس بتوزيع أكثر من 5.5 مليون متر مكعب من المياه عبر الأنابيب لسكان العاصمة أسمرة خلال العام الماضي. وقد أنشأت في كافة نقاط التكرير آلات حديثة وعصرية للتأكد من نقاء المياه وسلامتها. وأشار المهندس يوهانس إلى إنشاء مجاري صرف صحي جديدة بطول 1174 متر في شمال شرق وغرب وجنوب شرق وغرب العاصمة أسمرة، وصيانة 4700 متر من المجاري، وتغيير 8 من مجاري الصرف الصحي، وصيانة أكثر من 200 من أنابيب المياه.
وذكر المهندس يوهانس بأن 85% من سكان أسمرة يحصلون على خدمات مياه الشرب الصالحة عبر المواسير، و15% عبر الصهاريج، موضحا اتخاذ خطوات قانونية ضد أصحاب الصهاريج الذين قاموا باستخدام المياه التي كان بالإمكان توزيعها للمواطنين لتحقيق مصالحهم الذاتية، داعيا الإدارات للقيام بالمتابعة اللازمة والرقابة الجادة للمياه الموزعة. شهد الإقليم الأوسط تخريج 86 شابا بينهم 45 شابة حصلوا على دورات مهنية نظمها قسم مفوضية الثقافة والرياضة في مجالي الرسم والرقص. وأوضح مسؤول فرع الثقافة السيد سراج محمود بأن الهدف من الدورة هو تطوير قدرات الشباب لإنجاز مهام فاعلة. وأوضح المدربون بأن تدريب الرسم اشتمل على وضع التصور بقلم رصاص ودراسة الألوان والتنسيق والمسح الفني، كما اشتملت دورة الرقص على خلفية الرقص وهيكل ومحتوى الرقص التراثي وحركة الجسم. وأشار المتدربون إلى أن الدورة ساهمت في رفع قدراتهم المحدودة، مدركين بأن الفن يحتاج إلى دورات وجهود لكونه ينمو بالتزامن مع الوقت والتدريب، مؤكدين جاهزيتهم لتطويره بتبادل التجارب. وأوصى المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريد تولى برهان بضرورة تطوير المعلومات المكتسبة عبر التجارب العملية. يذكر بأن قسم مفوضية الثقافة والرياضة خرج العام الماضي 35 شابا في مجال كتابة وإلقاء الشعر. تبرع الإريتريون المقيمون في بريطانيا وإيرلندا وباريس الفرنسية وضواحيها لصالح حملة التصدي والتنمية وإعالة أسر الشهداء، وذلك بأكثر من 113 ألف جنيه استرليني وحوالي 3000 يورو. وأفادت السفارة الإريترية في بريطانيا بأن 113,335 جنيه استرليني تبرع بها المواطنون لصالح حملة التصدي والتنمية، حيث تبرع الإريتريون في جنوب لندن والموظفون في مكتب السفارة ب75,500 جنيه استرليني، والمقيمون في مدينة ليدز ب17,505 جنيه استرليني، والمقيمون في برمنغهام ب11,600 جنيه استرليني، والمقيمون في مدينة كوفنتري ب5,250 جنيه استرليني، والمقيمون في مدينة نيوكاسل ب3,420 جنيه استرليني. كما تبرع الإريتريون المقيمون في مدينة باريس وضواحيها بمناسبة 20 من يونيو ذكرى الشهداء لعام 2021 ب2935 يورو لإعالة أسر الشهداء. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ومعنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن رئيس كينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو أن المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد أوقعت قتلى والعديد من الجرحى من دون أن يحدد عددهم. وقال الرئيس في تصريح للصحفيين أنه كان بإمكان المنفذين أن يتحدثوا إلي قبل هذه الأحداث الدامية التي أوقعت العديد من المصابين بجروح بالغة وقتلى، من دون أن يحدد بشكل واضح هوية منفذي المحاولة الانقلابية التي قال أن دوافعها قرارات اتخذها خصوصا مكافحة المخدرات والفساد. وأكد الرئيس في خطاب ألقاه إلى الأمة أن الوضع تحت السيطرة. وكان الأخير وهو جنرال سابق قد فاز بكرسي الرئاسة عام 2020 في انتخابات شابها الكثير من الجدل وطعن فيها منافسه دومينغوس سيموس بيرا. وسمع إطلاق نار كثيف قرب قصر الحكومة في بيساو عاصمة كينيا بيساو بحسب مراسلين أجانب، مما أثار مخاوف من حدوث محاولة انقلاب في هذا البلد الصغير الواقع غرب إفريقيا وصاحب التاريخ الطويل في حوادث الانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار السياسي. قالت وزارة الدفاع التركية أن طائرات حربية تركية أصابت أهدافا لمسلحين أكراد من بينها معسكرات تدريب وملاجئ ومخازن ذخيرة في العراق وشمال سوريا، وعادت جميع الطائرات المشاركة في العملية إلى قواعدها بعد ذلك. ولم تقدم أي معلومات عن الخسائر البشرية التي نجمت عن العملية. وقال بيان الوزارة أن العملية الجوية استهدفت مسلحين من حزب العمال الكردستاني الذي له قواعد في العراق، فضلا عن وحدات حماية الشعب الكردي السورية، وكلاهما تعتبره تركيا جماعات إرهابية. وسبق وأن شنت الطائرات الحربية التركية ضربات جوية مماثلة. وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن قصف طائرات حربية تركية مواقع المسلحين في شمال العراق، وفق ما أعلن عنه جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، مشيرا إلى وقوع خسائر بشرية.
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة الأمريكية بتجاهل مخاوف بلاده الأمنية باستخدام أوكرانيا أداة لجر موسكو إلى نزاع مسلح، فيما أبدى في الوقت نفسه أمله بالتوصل إلى حل الأزمة الراهنة بين روسيا والغرب. وجاء ذلك في أول تصريح علني له منذ أسابيع بشأن هذه الأزمة، حيث صرح بوتين أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية هو احتواء روسيا، وأوكرانيا هي أداتها لجرنا إلى نزاع مسلح وفرض أقصى العقوبات علينا. وتابع عقب لقائه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: آمل أن نتمكن في نهاية المطاف من إيجاد حل، مع أن الأمر ليس بسهل. وأعرض الرئيس الروسي سيناريو كارثي، مشددا على أنه في حال انضمت أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي فقد تسعى لأن تستعيد بالقوة شبه جزيرة القرم التي ضمتها بلاده قبل 8 سنوات. من ناحيته حذر الرئيس الأوكراني موسكو من مأساة إذا ما قصت روسيا بلاده، مؤكدا أن جيشه طور قدراته بشكل كبير بعد قرابة 8 سنوات من الحرب المستمرة بينه وبين الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد. في الخبر الأخير، أجبر حريق النشبة في مصنع أسمدة وينستون سالم بولاية نورث كارولينا المستجيبين لحالات الطوارئ على إجلاء حوالي 6000 شخص، بما في ذلك طلاب جامعة بيك فورست وأكثر من 200 نزيل من سجن قريب. وقال مسؤول الإطفاء أن احتمال حدوث انفجار نترات الأمونيوم في مصنع شركة وينستون ويفر لا يزال مصدر قلق كبير، حيث سارعت السلطات لإخلاء ما يقرب من 2500 منزل على بعد ميل من الحريق. وقال تري مايو رئيس قسم مكافحة الحرائق في وينستون سالم أنه كان هنالك 600 طن من نترات الأمونيوم و5000 طن من الأسمدة الجاهزة في الموقع. وكان انفجار مصنع للأسمدة أودى بحياة 15 شخصا في عام 2013، إلا أن وينستون سالم أكثر من ناحية الكثافة السكانية من الريف الغربي بولاية تكساس. مشاهدينا الأفاضل، في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إصابة 21 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. اكتمال الاستعدادات للاحتفال بالذكرى 32 لعملية فنقلة المجيدة. جهود لتوفير مياه الشرب النقية في الإقليم الأوسط. محاولة انقلاب عسكري في غينيا بيساو والرئيس يقول أن الوضع تحت السيطرة. طائرات تركيا تقصف أهدافا لمسلحين أكراد في العراق وسوريا. وبوتين يتهم واشنطن باستخدام أوكرانيا أداة لجر موسكو إلى نزاع مسلح. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.